إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام. إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موج الظلام. أشرقي يا شمس، أشرقي. يا أهل طيبة، دعوا الأقدار تغرب وتراها ولا تطيروا في الأحزان. انهمكوا في طريق الرحمة. هي من تراني ولا أراك. آمين. هي من في الأعلى. آمين. هي عظيم يا قوي. آمين. هي إله الكون البديع. آمين. هو يا قاتل النفس السريع. آمين. هو يا مولد الحديث في يوم الوعيد. آمين. هو يا أخذ النفوس من النفوس. آمين. هو يا رب الخلق أجمعين. آمين. ارحمنا برحمتك. آمين. هي من تراني ولا أراك. آمين. هي من في الأعلى. آمين. هي عظيم يا قوي. آمين. هي إله الكون البديع. آمين. هو يا قاتل النفس السريع. آمين. هو يا مولد الحديث في يوم الوعيد. آمين. هو يا أخذ النفوس من النفوس. آمين. هو يا رب الخلق أجمعين. آمين. ارحمنا برحمتك. آمين. هي من تراني ولا أراك. آمين. هي من في الأعلى. آمين. هي عظيم يا قوي. آمين. يا إله الكون البديع. آمين. ويا قاتل النفس السريع. آمين. ويا مولد الحديث في يوم الوعيد. آمين. ويا أخذ النفوس من النفوس. آمين. ويا رب الخلق أجمعين. آمين. ارحمنا برحمتك. آمين. هي من تراني ولا أراك. آمين. هي من في الأعلى. آمين. يا عظيم يا قوي. آمين. يا إله الكون البديع. آمين. ويا قاتل النفس السريع. آمين. ويا مولد الحديث في يوم الوعيد. آمين. ويأخذ النفوس من النفوس. آمين. ويا رب الخلق أجمعين. آمين. ارحمنا برحمتك. آمين. يا من تراني ولا أراك. آمين. يا من في الأعلى. آمين. يا عظيم يا قوي. آمين. يا إله الكون البديع. آمين. ويا قاتل النفس السريع. آمين. ويا منين الحديث في يوم الوعيد. آمين. ويأخذ النفوس من النفوس. آمين. ويا رب الخلق أجمعين. ارحمنا برحمتك. يا من تراني ولا أراك. آمين. يا من في الأعلى. يا عظيم يا قوي. يا إله الكون البديع. ويا قاتل النفس السريع. ويا منين الحديث في يوم الوعيد. ويأخذ النفوس من النفوس. ويا رب الخلق أجمعين. ارحمنا برحمتك. يا من تراني ولا أراك. يا عظيم يا قوي. يا رب الخلق أجمعين. يا من في الأعلى. في الأعلى.
والخزي والعار قد حلت بنا. ما الجديد؟ مات أخوان، وأصدر الملك كاريون مرسوما لكل البلاد. هل تفهم؟ وهل حاولت تهديد ذلك على من نحب؟ أنا لم أسمع شيئا منذ قتل أخوينا في المعركة. كنت أشعر بذلك. لذلك أتيت بك إلى خارج القصر لكي أطلعك عن سر أرى المتاعب في عينيك يا مالك. بعض الظلال القادمة تلقي سيولها عليك، وخصوصا موضوع دفن الخوين. قام الملك بتكريم إحداهما واستراء الآخر. قام بتكريم إيتوكوليس وفقا للشعائر الرسمية تكريم الله. أما بولونيس فجعله في العراء ولا يقوم بدفنه أحد، أو حتى يبقي الحزن عليه. طالب قبلنا كاريون يكون عقابه الموت لا محالة. هذا الأمر يشملني أنا وأنت. أنا وأنت لا تتكاتف معي وتشترك في مهمتي. أي فكرة خاطرة تدور في رأسي. أقوم بإنتشار الشرطة. تجرؤ على مخالفة قانون كاريون؟ سأدفن أخي ولن يخطئني أحد في ذلك. أنت تسكن. تذكر أن الملك كاريون قد منع ذلك. ليس من حقه منع ابنه. يا تذكر أننا لم نرفع على المشاكسة. أنا أطيع من بيده السلطة. أحاول إقناعك وسأقوم بدفنه حتى لو تسبب ذلك في موتي. إن كان فعل هذا جريمة فهي جريمة شريفة نقية. أنا مقتنع أنني سأدفن بالقبر إلى جواره، لكن إذا أردت عليك أن تنعم قوانين الدفن المقدسة التي تباركها السماء. والسماء. لن أقوم بالنعم، ولكنني خائف جدا أمام عبادة الملك كاريون. اجعل هذه حجتك. أما أنا فسوف أدفن أخي الذي أخاف عليك وأرتجف في القلق على مصيبة. اهتم بنفسك أولا ولا تخاف علي. قلبك مليء أنا أعرف أنني لن أرضي ألا من، ولكن لماذا تريد هذا الفعل البائس؟ عندما تخبرني قوية سوف أتوقف. ولكن ما تريد فعله هو المستحيل بعينه. سأواجه المخاطر التي تجري، إنها لا تخيفني البدء. الذي يخيفني هو مجابهة الموت بجبن وخوف. إذا اذهب إذا كان لابد من ذلك. مهمتك لا معنى لها، مجرد عنف أعمى. ولكن تذكر يا أخي العزيز يعني أحبك حبا جما. أحبك حبا جما. أحبك حبا جما. أحبك حبا جما. الفجر يزحف نحوي كحيوان نافق يدنو إلي مثقلا بليل حامض من نقيع الرذائل. يقترب الفجر إلي ولا رحم يسرقني. هل من جرذ يرضاني جارا بجحره؟ ضاقت بي الدنيا تخذقني ثيابي وكأن أفواجا من الجانب تمسك بمسبحتي. أيتها الآلهة 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 أيتها الآلهة. من يواصل استغفاري؟ من يواصل استغفاري وأنا أقف عاريا تحت أعين الآلهة؟ أفنيت عمري وأنا أحلم بفجر فاتني من قلبي
أتمنى بأن أضع حلوى عرسك تحت فمي. أيها الوحيد، لما امتدت أيديهم في فمي بحجارة بالت عليها الثعالب. أيها الأموات الساكنين قبورا آمنة، من طرق بابي بفحشائي. عندما كنت صغيرا أذكر أقيم بوليس في كل زوايا القصر. قف، تكلم، تحرك، كل، اشرب. كان وكأني ولدت من بطنه. وهل لكل رجل أنثى بداخلها؟ ولكل أنثى رجل بداخلها. يوما من الأيام كنا نمشي ونمشي وهطل المطر. لم يهطل المطر، كان الظلام دامسا وكأن عيني بوزت من العتمة. يا إلهي، لا أرى شيئا، إنني لا أرى شيئا. يا إلهي، لا أشكو. لا أنا ابن الدار، من يعيرني أصابعه ليعض عليها سنين الندم. إنه لحمي الذي أحاله غراب الدنيا إلى جيفة تلعقها ألسن الناس تلعقها جيفة الغراب الظنون. على أبواب قصرنا تصطك أضارسهم على الكلام، فتخرج سكين درداء تمزق كرامتي. أهكذا أنحصر ككبش في زريبة الذئاب. أيتها الآلهة، أنا ابن الدار.
سعيدة. أنا كاريون، لم تهمني الطبيعة سوى وجه قبيح ووجه عاجب. عليك أن تكون شيطانا في ضوء إنسانا. خلقت قبيحا، أرى الوجوه جميلة. أنا الآن أعتري العرش والسلطة الملكية بحق قرابتي للموتى. بناء عليه أصدرت هذا المرسوم إيتيكوليس الذي تفوق بسالته كل من حارب بشجاعة لنصرة وطني والذي ضحى بحياته في سبيل ذلك سوف يدفن بكل تكريم وفخار. وأما بولينيس الذي جاء من المنفى لكي يحاربنا بجيشه فسيترك بدون دفع في الخلاء. هذه أوامري. هذا القانون يجب أن يحترم. لقد قمت بوضع الحراس تعجب ما لكي لا يدفن. يجب أن تقاوموا كل من يخرق هذا القانون. ليس من لعب كل يدير الموت حقا سيكون لكم من العصيان. يا من لهم في السقايا وطاب لي في سواكم. عهودكم ليس فيها. عهودكم ليس فيها. لماذا أحضرت هذا الفتى؟ وإلى أين تذهب به؟ لقد رأيناه وهو يدخل الجثمان الذي أمر جلالتكم بنفسه. أليس هذا دليل كافيا يا مولاي؟ هل هذه الحقيقة؟ تكلم يا من تنظر للأرض. هل هذه الاتهامات صحيحة أم خاطئة؟ أنا أقر واعترف بها. أنا لا أنكره. أخرج للحارس. تكلم وأختصر في الكتاب. ألم تسمع بالمرسوم الذي يحضر هذا الفعل؟ سمعت به إنني أعرفه جيدا. ومع ذلك جرأت على عصيان أوامر. لم يكن زيوس هو الذي أصدر هذا المرسوم. كما أنك يا كريون لست ذلك الرجل الذي يرفض قوانين السماء ويمنع دفن الموتى. هؤلاء الذين يتسمون بذروة العناد يسقطون أشد السقوط. لقد رأيت أكثر الخيل شراسة يمكن ترويضه قليلا. هذا الفتى وطن ويتباهى بما فعل، وبالرغم من أنه ابن أخي ولكنه لم يرى من الألقاب المباشرة. وكذلك أخاه إنه أخي الذي أخي ليس الخادم. أنت الوحيد في هذه المدينة الذي يعتقد ذلك. الناس تعتقد مثل ما أعتقد، ولكنهم يكتمون أنفسهم خوفا منك ومن ظلمك. أنت تكرم خائنا. قلت لك إنه أخي الذي سحقا للموت. سحقا للموت. ما دمت حيا لا أحد يفرض إرادته علي. لا أحد يفرض إرادته علي. أنا أشارك أخي اللوم ولا بل. 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 اسمي العذاب تفضل تحت
أنا لطف ضد أحد. أنت قد أبيت وأنا لم أشركك في مهمتي. يسعدني مشاركتك معك والوقوف بجوارك. أنا لا أحب من يظهرون حبهم بالكلمات فقط. يا أخي دعني أموت معك. دعني أموت وحدي. دعني أموت وحدي. تفكر أنك لا تستطيع مساعدتي. لا تستطيع إدعاء ما قد أبيت فعله. أي متعة سأجدها في حياتي عندما تتركني وحيدا. سيكريون الذي تقوم برعايته. إنه كريون العظيم. إنهم ليس الآلهة. أنت يا أنتيجون أصبحت مصدر متاهة كريون. الظالم. الظالم. أتعلمين؟ أتعلم؟ أتعلمين؟ أتعلمون؟ أي حزن يبعث المطر، وكيف يشعر الوحيد فيه بالضياع، كأن طفل بات يهدي قبل أن ينام بأن أمه الذي فاق منذ عام لم يجدها، ثم لجأ في السؤال ولجأ في السؤال ولجأ في السؤال. قالوا لا. بعد غد بعد غد بعد غد تعود. لابد أن تعود. لابد أن تعود وتستفيق من روحي. نشوة البكاء ورعشة وحشية تعانق السماء كرعشة الطفل. كرعشة الطفل إذا خاف من القبر. إذا خاف من القبر. مطر 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 مطر. أين المطر؟ أنت غاضبا هيمون. أنت لا زلت ابن المطيع لكل أوامري. أنا أبنك ولا غاضب أن الحكيم تحكمني يا أبي. وبنصيحة والدك من الأمور الناس تتمنى أن يكون أبنائها مطيعين. يعتبر رجل أنتيجون عدو لك. لا توجد لعنة أكبر من العصيان. العصيان يجلب دمار المدينة. إنها الآلهة التي منحتنا الحكمة، ومن واجبي كابنك أن أبلغك ما يقوله الناس في المدينة. إنهم يقولون بأنه لا يستحق الموت، وإنهم يقولون بأنه يستحق تاجا من الذهب الخالص. هذا رسول مدينة يا حبيبي، الرجل الذي يعتقد بأنه وحده الحكيم هو دائما ما يقول خاون الوفاق. ليس هنالك عار لتعلم المزيد والمزيد والمزيد في معرفة حدودنا، حتى ولو كنا ملوكا. واستحق حكمتنا. أنا ملك طيبة، أتعلم الحكمة من صبي. لا تشغل بالك بسني، تكبر الأمر تطلب مني أن أمجد العصيان. هل هذا ما تعنيه
تدبر الأمر. هذه ليست حكومة طاغية أيها الوضع، أتعصي مشيئة أبيك؟ فقط إن كنت تدعو في وجه الحق والعدالة. سوف تندم على فعلك هذا، سوف تندم على فعلك هذا. أوتوا بالمخلوق المقدس الكريه المسمى أنتجون لكي يموت تحت بصر هيمون. أنت من الآن لن ترى وجهي ثانية. هل تريد قضاء الأخوين معا؟ أنتجون فقط، رسمي لم يدخل في الحرب. ولكن كيف استحق؟ إلى كاف المهجور سوف يقتل خبرنا نتصل فيه. قتيلا. الفاهم خبرنا هو قلب يتصل فيه. أصدقائي وناسي، موضوع عندك أصدقائي وناسي، الآن أقوم برحلتي الأخيرة. الآن أرى الشمس في السماء لآخرها، لن أراها مرة أخرى. قل لك يا له من مصير مرعب أن تختفي من على سطح الأرض وحيدا بدون أصدقاء، بدون بكاء أو غناء. سوف يسوقونني إلى حتفي. لن أرى الشمس في السماء مرة أخرى، لن أراها مرة ثانية. لما أتطلع إلى السماء طالبا النجدة؟ لما أتطلع إلى السماء طالبا النجدة؟ إن كانت هذه إرادة الآلهة، إن كانت هذه إرادة الآلهة.
رحلتي. وكما تعلم بأنني أعمى وأحتاج من يقود. هي بشرى أيها العجوز ترسياس، أحضرتها معك. استمع إلى الرف، وإن استمعت قد تكون فعلت خيرا. هل تجنبت حكمتك أبدا؟ أنت الآن تمشي على حافة الهاوية. كلامك يجعلني أرتجف. افصح أكثر. قبل أن تغرب الشمس ستضحي بشخص ما من ظلمك تكفيرا عن جريمة. لقد نلت غضب الآلهة، هم منتقمون، غضبهم شديد وعقابهم سريع. يضعون في طريقك شراك، لن يمضي وقت طويل حتى أن يمتلئ منزلك بالنحيب الذي يجلب الرثاء بسبب أجساد أهلك المتروكين في العراء. التعفن أمام جدران طيبة. اللعنات سوف تنهال عليك، اللعنات سوف تنهال عليك. هذه السهام يطلقها عليك يا كريون. والآن يا غلام قدني لكي يعود إلى منزله، ودعوه يصب جام غضبه على الشباب، إذ لربما في نهاية المطاف يتعلم كيف أن يحفظ لسانه في رأسه أو ظلم رأسه. يا أهل طيبة، يا أهل طيبة، يا أهل طيبة، يا أهل طيبة، لا تدعوا الأقدار تأخذ مجراها، لا تدعوا الأقدار تأخذ مجراها. يا أهل طيبة، لا تدعوا الأقدار تأخذ مجراها. يا أهل الطيبة، لا تدعوا الأقدار تأخذ مجراها، لا تدعوا الأقدار تأخذ مجراها. يا أهل الطيبة، لا تدعوا الأقدار تأخذ مجراها. يا ليتني أصنع وصلعتي تلمع، أرشها بالزيت ويطلع النعنع. يا ليتني أصنع وصلعتي تلمع، أرشها بالزيت ويطلع النعناع. يا ليتني أصنع وصلعتي تلمع، أرشها بالزيت ويطلع النعناع. يا ليتني أصنع. استمع إلى القرآن.